وجبة مثالية لعشاق اللحم، سندويشات اللحمة مع صلصة بيج ماك اللذيذة. خليكن معي تابعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصفة راح تنال إعجابكم. بسعدني وبيشرفني أعرف المتابعين من وين عم يتابعوني. بالبداية راح نحضر صلصة بيج ماك. نحتاج نص كوب من المايونيز، ربع كوب من الكاتشب، ممكن نستخدم الحار أو الحلو على حسب رغبتنا، ملعقة كبيرة خردل، 3 ملاعق كبار خيار مخلل مقطع، خس أو بصل 3 ملاعق كبار، فص ثوم واحد، رشة صغيرة من فلفل أسود، شوية بابريكا وملح. نخلط هدول المكونات مع بعضهم وبهذا الشكل الصلصة صارت معنا جاهزة. ممكن نستخدمها لكافة أنواع السندويشات والبرجر. نحتاج لخبز أي نوعية متوفرة عنا، ممكن خبز تورتيلا أو لافاش، وبنحتاج للحمة مفرومة ناعم. ناخد شوية من اللحمة وبنفردها على الخبز مثل ما واضح عليكم، والطبقة لازم تكون رقيقة لحتى تلحق تستوي. بنتبلها بشوية ملح وفلفل أسود، وبهذا الشكل الخبزة صارت معنا جاهزة. بنكمل كل الكمية بنفس الطريقة، بنحضر الكمية على حسب أفراد العائلة. فضلا ادعموا الفيديو بلايك وتعليق، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة تشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. الطبقة مثل ما قلنا لازم تكون رقيقة. كيلو لحمة عملت معي 11 قطعة مثل ما واضح عليكم، الكمية وفيرة ما شاء الله. والمقلاية سخنة على النار، بنحط لها شوية زيت، ونحطها من طرف يلي حطينا فيه لحمة. حرارة النار لازم تكون متوسطة لحتى تلحق تستوي. بنحركها لحتى تستوي وتاخد لون. وبنقلبها على الطرف الثاني، اللحمة بتستوي وبتاخد لون بهذا الشكل. بنقدمها وهي سخنة. ممكن نحط لها الخس والصوص اللي حضرناه بالبداية. ما شاء الله شكله بيحكي عن حاله وطعم كتير رهيبة. بتمنى تجربوا هاي الوصفة في البيت وتنال إعجابكم يا رب. وصفة سهلة وسريعة، ما بدها لا وقت ولا مجهود لحتى نحضرها لكل العيلة. ما شاء الله وصفة بتشهي. بتمنى انتو كمان تجربوها في البيت وتنال إعجابكم يا رب. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو وحط لايك وتعليق. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة رح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. وبهذا الشكل خلصت وصفتنا. بتمنى نالت إعجابكم وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.